السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي معاكم كيكة التمر، كيكة شتوية تجنن بصراحة، صدمني الطعم. قلت دامني أنا عجبتني لازم أفيد متابعيني وأعطيهم الطريقة، وخذوا الطريقة بصراحة لا تفوتكم. أول شي هنا عندي بالخلاط حطيت كاسة من التمر منزوع النواة، وحطيت كاسة من الموية الحارة وأخليها حتى تكون دافية. بعد ما دفيت هنا وصارت دافية حطيت بيضتين طبعا بحرارة الغرفة. عندي هنا نص ملعقة صغيرة من الفانيلا، وكمان عندي هنا ربع ملعقة من الهيل، ونص كاسة من الزيت، طبعا كل المقادير بنفس الكاسة، وكمان نص كاسة من السكر، وأخلطها لمدة 5 دقايق. وأجهز المقادير الجافة. عندي هنا كاسة من الدقيق الأبيض، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ونص ملعقة من القرفة، وأحركها مع بعض وأصب الخليط عليها طبعا، وأفضل أقلب 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 حتى أتأكد إنه أبدا ما في أي مواد جافة تحت. وشوفوا كيف القوام، وكذا تكون جاهزة. طبعا عندي هنا الصينية حطيت عليها دقيق وزيت، وأنزلها مع بعض وأساويها وأدخلها من تحت بالفرن لمدة 35 دقيقة. وبعد ما طلعت حطيت عليها الكراميل وزينتها بالتمر، وطبعا أقطعها معاكم. شوفوا كيف الجمال، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف، وطبعا كذا صارت جاهزة ما شاء الله تبارك الله. أنصحكم تجربونها، وبالعافية علينا وعليكم.